خبطت في كعب ورده وتبقى رامي التماس لنادي الزمالك. تتلعب الكره على طول. كوفي ينزل الكره في نص ملعب لابراهيم، ماشي بيها وعين يسلمها لعيد، وعيد على طول حلو قوي، انما يقطع فتحي مبروك وتتخطف منه. هل هيعمل هاتوا خد ولا يخش ويشرخ وهدف؟ يا سلام. عمر جابر ادي الكوره السريعه، ادي الكوره السريعه، لا عجن ولا مشى، وانما واخد خط ستريت ورايح، وفتحوا له خط ظهر نادي الاتحاد بطريقه غريبه جدا جدا. عمر جابر يحط هدف جميل 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 بمجهود فردي حلو حلو حلو. وفي الدقيقه 15 عمر جابر في الدقيقه 15 من زمن الشوط الاول يخترق ويخش في حاجه غريبه جدا من دفاعات نادي الاتحاد. بص حضراتكم الكوره اهي راحت، دخل عمر. هنا بقى عمر احسن من حازم في الحاجات دي، وعنده وعي. بصوا الراجل وصله ولعبها حلوه 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 حلوه. ادي عمر بيروح، حازم بيروح لغايه لما يخبط في الراجل، انما ده عارف هو بيعمل ايه. عمر لعبها حلوه قوي 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 بهدف مباغت لنادي الاتحاد في اللحظات اللي كان الاتحاد واقف فيها على رجله، انما خطأ قاتل. مين اللي وسع للناس دي؟ مين اللي خلى الراجل ده يروح؟ مين اللي رمزي خالد كان بيلعبها الحمدي، انما وحشه قوي. تتلعب الكره على طول لاحمد سمير، يلم احمد سمير وينزلها في نص ملعب لطارق حامد. تلم الكره لعيد، وعيد لاحمد سمير، يلم احمد سمير ويعدي وماشي ويلفها حلوه حلوه وجون. يا سلام يا سلام. باسم مش انت صاحب الهدف، اللي صاحب الهدف احمد سمير، اللي يعني اللي دي الكره اللي بنتكلم عليها، اللي هي فيها السرعه وفيها المباغته، وبالتالي كورتين مباغتين لخط ظهر نادي الاتحاد يجهزوا عليهم. واحده في الدقيقه يعني 17 من زمن الشوط الثاني، وواحده في الدقيقه 15 من زمن الشوط الاول. عمر جابر وباسم مرسي يتابع كره احمد سمير الجميله جميله جميله جدا في الدقيقه 17 من زمن الشوط الثاني. بص بقى السرعه، هو راح عدى. احسن حاجه وانت بتجري شيل، وانت بتجري الدفاع يكون لسه ما تمركزش. وادي هدف حلو حلو، هدف اوروبي اهو. وعدى الراجل من باسم، قال له اوعى كده يا راجل انا هرفعها. وادي بقى الكره الحلوه دي، الكره الحلوه اللي فيها تمرير وفيها سرعه وفيها متابعه. وفي الدقيقه 17 من زمن الشوط الثاني يؤكد نادي الزمالك تقدمه. وبلاش الحركات دي، يعني عيب قوي.